اهلا بكم مره ثانيه في برنامجكم شرف الخير في شباب على الهوا. وزي ما قلت لحضراتكم احنا هنتكلم عن الانشغال بالدنيا. بس ازاي يبقى الانشغال بالدنيا يساعدنا ان احنا دائما نكون ناحيه الجنه من خلال اعمال الخير. وخلونا نحط شعار مهم جدا او هدف مهم جدا على باب الجنه. من خلال الدنيا نسعى ان احنا نكون على باب الجنه. خلونا نرحب بضيف اللي بيشرف النهارده في الاستوديو، الداعيه المتميز الاستاذ عصام حمدي. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. شرفنا ومنور. ربنا يكرمك. مبدئيا كده، هو الانشغال بالدنيا بيعني ايه؟ هل بيعني ان انا ابتعد عن العبادات، ولا بيعني ان انا اجيب فلوس، ولا بيعني ايه بالظبط؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية برحب بحضرتك وبرحب بكل المشاهدين، وعايز أهدي كل المشاهدين هدية من النبي صلى الله عليه وسلم. عارف حضرتك إن إحنا عشان بس قاعدين دلوقتي هنتكلم عن ربنا وهنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، في احتفال بيحصل في السماء، في ملائكة نزلت من السماء علشان خاطري وخاطرك وعشان خاطر كل اللي هيسمعونا دلوقتي. ربنا عز وجل عشان بيحبنا قوي خلى ده يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. في ملائكة معنا دلوقتي. إلا حفتهم الملائكة. وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده في الملأ الأعلى. يعني أنا لو كنت بعيد عن ربنا وعاصي وما كنتش بصلي هنال الثواب ده، هتنال الثواب ده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مر يوما على قوم يذكرون الله فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك يا رسول الله. قال: أما إني والله لم أستحلفكم تهمة لكم إلا أنه قد أتاني جبريل وأخبرني، ربنا عز وجل أرسل سيدنا جبريل مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرني أن الله يباهي بكم أمام الملائكة. عشان بس انا مجرد بس انا هذكر ربنا، هذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هرجع بسرعه على الموضوع اللي حضرتك قلت عليه. بس ده ذكر النبي وذكر الله عز وجل في الدنيا. نعم. يعني خلينا بس نأكد ان احنا في الدنيا حتى لو احنا مشغولين نقدر ان احنا نذكر الله عز وجل. احنا لسه ما رحناش للجنه، احنا هنعمل رحله جميله باذن الله. الرحله دي ممكن تغير الناس كلها، ممكن تغير واحد ما بيصليش يصلي، ممكن تغير واحد بعيد عن ربنا يقرب من ربنا، لانه هيشوف الثواب العظيم اللي هيحصل له لو عمل كده. في القرن السادس الهجري كان في واحد اسمه الحارث بن اسد المحاسبي. في السادس الهجري الحارث بن اسد المحاسبي لاحظ ان المساجد بقت فاضيه. خلي بالك ده من السادس الهجري، المساجد فاضيه والناس اخلاقها بعدت عن الدين وانشغلوا بالدنيا وانشغلوا بجمع الاموال. فالحارس فكر، هو كان من ائمه الصوفيه، الحارس فكر: نعمل ايه عشان نرد الناس تاني؟ هل نفضل نمشي في الاسواق ونقول للناس اللي انتوا بتعملوه ده غلط؟ لا، ان الطريقه دي ما تنفعش. فعمل مدرسه اسمها مدرسه التخيل او التوهم. كل اسبوع الناس بتجيله المسجد يقعد يعمل لهم زي تخيل للاحداث اللي حقيقه يقينا هتحصل. يوم القيامه هيحصل، والموت اكيد هيحصل، ويوم الحساب هيحصل. احنا النهارده هنتناول الجزء الجميل في الموضوع اللي هو الجنه. عايزين نقول للناس من الدنيا للجنه، من الدنيا للجنه. انا عايز اقربك من الجنه، وعايز اقول لك ان انت ممكن حياتك تتغير لو انت عاصي، لو انت مسرف على نفسك، لو انت بعيد عن ربنا، لو انت ما بتصليش بقالك سنين، لو انت عاقب ابوك وامك، لو انت قاطع رحم. انت النهارده ممكن تدخل الجنه. ازاي؟ تعالى نعمل حاجة جميلة جدا أنا جربتها قبل كده ونجحت قوي. احنا هننسى الدنيا دقايق، بس الدقايق اللي احنا قاعدين فيها مع بعض هننسى الدنيا خالص. كويس. بمشاغلها، بهمومها، بأحزانها، بأموالها، بأشغالها، حتى بأولادنا وزوجاتنا. زي ما بنقول كده هفصل عن العالم. هي دي. انت قول هفصل. هفصل عن العالم. يعني بص، أنا مش عايزك تفتكر حاجة خالص. خد نفس وارتاح خالص، وكل اللي بيشوفونا يحاولوا دلوقتي يعملوا التجربه دي، وصدقني مش هتخسر حاجه. كويس. جرب، غمض عينيك وحاول تسمع صوتي، وكل خطوه انا بحكيها لك تخيلها. نعم. الكلام ده لما جربناه مع الشباب في تغيير حصل بنسبه كبيره جدا. ليه؟ لان احنا خدنا الارواح وخدنا القلوب ورحنا وريناهم بقلوبهم ايه اللي هيحصل. نعم. زي ما انا بقول لك، تخيل ان انت حصل لك كذا وكذا، تخيل ان انت دخلت الامتحان ونجحت، ده بيعمل عندك حاجه حلوه. ما هي دي مدرسه موجوده في العالم، مدرسه التدريب العقلي. بالظبط. دي موجوده في العالم كله، بتستخدم في كافه المجالات. عايزين نجيبها في الدين. عايزين نخلي الناس تشوف الجنه، ما تشوفش النار. انا مش عايز النار، انا عايز اتكلم عن الجنه. احنا دلوقتي هنتخيل، خدنا النفس وهنغمض عينينا وهننسى كل حاجه في الدنيا، وهنتخيل احنا فين دلوقتي. احنا على الارض غير الارض. وقدامنا ناس مش الناس اللي موجودين دلوقتي. مفيش حقد ولا غل ولا حسد ولا كره. انا قدامي ناس كلها بتضحك،
قدامي ناس كلها وشوشها منوره، انا قدامي هناك واحد اهو، ده سيدنا ابو بكر الصديق، انا واقف معاهم. نعم. سيدنا ابو بكر الصديق اللي نفسي اسلم عليه، ده نعم. سيدنا بلال رضي الله عنه، ده سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه، دي السيده خديجه، دي السيده فاطمه رضي الله عنها. انا واقف الناس دي وبتخيل ان انا قريب منهم ورايح اسلم على سيدنا ابو بكر. الله، ده انا بحبك قوي يا سيدنا ابو بكر، ده انا كنت بقرا عنك كتير قوي يا سيدنا ابو بكر، انت الصديق، انت اول من امن من رجال يا سيدنا ابو بكر. تخيل انت واقف في الوقفه دي وقدامك باب كبير جدا عرض السماوات والارض، الباب ده كله ذهب. عارف ده باب ايه؟ ده باب الجنه. احنا واقفين دلوقتي قدام باب الجنه، تخيل، انت متخيل معايا؟ وعلى الباب حلق كبيره جدا من ياقوت احمر، دي حلق باب الجنه، والكل بيضحك والكل مستبشر والكل فرحان، احنا وصلنا للجنه. انا جبت لك الموضوع من اخره عشان الناس تبعد عن المعصيه شويه، خلينا في الجنه شويه، خلينا نشوف هيحصل ايه. بص الحاجه الحلوه، شوف الحاجه الحلوه. نعم كويس. تمام. احنا واقفين دلوقتي لكن الباب مقفول. عايزين ندخل، انت دلوقتي واقف على الارض وشايف باب الجنه قدامك لكن الباب مقفول. كويس. فاذا بنور ياتي ها. يتحرك، فالقلوب تتعلق بالنور ده وتنظر اليه، واذا بالصديق وبلال وعمر وعثمان رضي الله عنهم يتحركوا، انه الحبيب صلى الله عليه وسلم قد اتى. فاشرقت الوجوه لما رات النبي صلى الله عليه وسلم، فيقترب النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجنه ويطرق حلق باب الجنه. حاول تسمع الصوت. ويطرق حلق باب الجنه فيقول خازن الجنه من؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا محمد بن عبد الله. فيقول خازن الجنه امرني ربي الا افتح الباب لاحد قبلك. باب الجنه مش هيتفتح الا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقف يخبط عليه. سؤال بقى قبل ما نكمل الرحله، انت بتحب النبي؟ طبعا بحبه. طب ايه دليل حبك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. انت بتحبه ازاي؟ بتحبه شفوي ولا بتعمل حاجه بتثبت بيها حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هو مين اللي راح سلم على النبي اول ما ظهر؟ سيدنا ابو بكر. طبعا لازم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ده الصديق. نعم. الذي لو وضع ايمانه في كفه وايمان الامه في كفه لرجحت كفه الصديق. نعم. بس عايز اقول لك على حاجه، انت دلوقتي في ارض الجنه، انت كمان جنب الصديق بس نعم. باعمالك. انت مش هتوصل هنا الا لو انت عملت العمل اللي يوصلك لسيدنا ابو بكر الصديق. نعم. ويفتح باب الجنه فتطير القلوب والارواح لتدخل الى الجنه، الكل ماشي داخل على الجنه. شوف الوصف الرباني لهذا المشهد. الله عز وجل وصف وصف، يعني انت لو سمعت الوصف ده قلبك دلوقتي حالا هيطير يروح للجنه. انا قلبي طاير اساسا. وانا معاك، يلا بينا يلا بينا نسيب نروح. يقول الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تساوي ايه الدنيا قدام اللحظه دي؟ تساوي ايه اموال العالم كله قدام اللحظه دي؟ وانت داخل على باب الجنه هتجد ملائكه مستنياك، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. زفه ملائكيه لانك عبد مؤمن، لان الملائكه دي عارفينك. نعم. عارفيني؟ ايوه عارفينك. مش احنا قلنا دلوقتي حالا لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه؟ ما هي دي الملائكه. مش انت وانت بتقدم صدقه في ملائكه معاك؟ ايوه. مش انت وانت بتبوس ايد امك في ملائكه فرحانه بيك؟ ايوه. مش انت وانت بتقرا القران في ملائكه بتحفك؟ ما هي الملائكه دي اللي هتستقبلك على باب الجنه. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وانت داخل ونودوا ان تلكم الجنه. تلكم الجنه، ايوه، اورثتموها بما كنتم تعملون. مش انت تعبت في الدنيا؟ مش انت صليت؟ مش انت قرات قران؟ مش انت غضيت بصرك؟ مش انت ضحيت بحاجات كتير؟ ضحيت بالمعصيه وضحيت بالشهوه. انت عملت كده عشان ايه؟ عشان ارضاء ربنا عز وجل، عشان انت بتحب ربنا عز وجل. نعم. عشان انت نفسك تقابل النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. نكمل رحلتنا. تمام. انت معايا صح؟ انا مركز معاك. انا شايفك هناك خالص يعني. انت دخلت الجنه، بدات تمشي على ارض الجنه. طب هي وصفها ازاي؟ انا ما اعرفش. انا كل كلمه بقولها الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي موصلها لنا. سيدنا ابو هريره بيسال النبي صلى الله عليه وسلم صف لنا الجنه يا رسول الله. هي شكلها ايه الجنه دي يا رسول الله؟ الجنه اللي ضحى علشانها صهيب الرومي بكل امواله وهو بيهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قابله الكفار فبيقولوا الى اين يا صهيب؟ قال خلف محمد. قالوا اذا كنت تريد الذهاب لمحمد فاترك كل اموالك. كل فلوسي؟ ايوه كل فلوسك. مش عربيتك بس، مش شقتك بس، مش بدلتك بس، كل فلوسك. قال خذوا كل مالي واتركوني اذهب لمحمد. قالوا والعباءة التي تلبسها؟ للدرجه دي؟ انت مش عايز تروح؟ روح ضحي بقى. قال والعباءة التي البسها. هو بيعمل كده ايه؟ هو بيرمي الدنيا.
راح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه لقى شكل غير الشكل. سيدنا صهيب كان زي ما بيقولون دلوقتي من اشيك الناس اللي موجوده في الصحابه. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم، قال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، اللي انت سبته ده ولا يساوي حاجه. يعني هو سيدنا صهيب ضحى بكل ده علشان ايه؟ عشان الجنه اللي احنا بنتكلم عنها دي، عشان لقاب قوسين في الجنه، متر في الجنه خير من الدنيا وما فيها. عشان ادنى اهل الجنه منزله اللي هو اخر واحد هيطلع، يعني اخر واحد هيطلع من النار وهيدخل الجنه، هيتعذب اخر واحد يدخل الجنه. ملكه يسير في ملكه 1000 عام لا يقطعه، 1000 سنه ماشي في ملكه لا يقطعه. ده مين؟ ده اخر واحد، اخر واحد يدخل الجنه. طب وصفها ايه بقى؟ وصف الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لبنه من ذهب، بناؤها لبنه من ذهب ولبنه من فضه، يعني طوبه ذهب وطوبه فضه، ملاطها الطينه بتاعتها دي ملاطها المسك، وترابها الزعفران، وسقفها عرش الرحمن. ياه، هو ده البناء بتاع الجنه؟ ده احنا لسه ما دخلناش، احنا كل ده بنتكلم على الوصف من بره. هو ده البناء؟ ايوه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انت دلوقتي ماشي على ارض الجنه. انا والله وانا بكلمك بتخيل كده حاجه، هو احنا نستاهل الكلام ده؟ هو انا قبل ما اجي لك او قبل ما نتكلم دلوقتي ونتقابل انا عملت حاجه تخليني استحق الكلام ده؟ ولا انا مقصر؟ انا هتكلم عن نفسي، انا مقصر. طب في امل ان انا اكون وسط هؤلاء في الجنه ولا في؟ ما دمت لسه بتتنفس فيه، لان باب التوبه مفتوح الى ان نغرغر. يعني انا دلوقتي لو انا عاصي ممكن ابقى معاهم، ممكن تبقى معاهم، ممكن اكون مع الصديق، ممكن تكون مع الصديق، ممكن اكون مع سيدنا عمر، ممكن تكون مع سيدنا عمر. طب ازاي؟ هقول لك ازاي. اكمل ولا؟ انا معاك، انا مركز جدا في اللي حضرتك بتقوله، وعايز اقول لك ان انا خيالي شغال معاك برضه. الله اكبر، يبقى كده ماشيين تمام. احنا دلوقتي على ارض الجنه. اول ما دخلنا على ارض الجنه ومعانا حوالينا الملائكه وحوالينا الانبياء، نجد قصور عظيمه من ذهب، قصور كبيره جدا من ذهب. فبنتعجب، فبنسال الملائكه اكيد القصر ده للملائكه، القصور دي للملائكه. لا دي هتلاقي للانبياء، ده قصر كله ذهب. طب تعالى نعرف القصر ده لمين كده. القصر ده ممكن يكون لحضرتك، ممكن يكون لاختي اللي بتسمعني دلوقتي. يقول النبي، خد الهدايا بقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر يعني داوم واستمر، من ثابر على 12 ركعه في اليوم والليله بنى له الله قصرا في الجنه. ايه ده 12 ركعه دول بتوع ايه؟ سنن الصلاه. لو انت واظبت على ده السنن بس مش الصلاه، ده الصلاه دي حاجه تانية. لو انت واظبت على سنن الصلاه يبنى لك كل يوم قصر في الجنه. يا رب قصر في الجنه ده كتير قوي، مش معقول. انت بتتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم عن الجنه مش عن الدنيا. ما تاخدش مقاييس الجنه بالدنيا خالص. احنا قلنا ادنى اهل الجنه منزله من يسير في ملكه 1000 عام لا يقطعه. ليه ملك اعظم ملك من ملوك الدنيا و10 اضعاف. ده اخر واحد هيدخل الجنه. حوالين القصور دي في اشجار، ظل الشجره يسير الراكب الجواد 100 عام لا يقطعه. ده الظل بتاع الشجره. راكب جواد سريع جدا في الجنه، يفضل يجري 100 سنه لا يقطع ظل هذه الشجره. عليها ثمار، بمجرد ما تنظر الى الثمره تسقط بين يديك، وذللت قطوفها تذليلا. طب ايه حكايه الشجر ده؟ ايه الشجر العملاق ده؟ ما فيش شجره الا وساقها من ذهب. ساق الشجره ذهب، والظل 100 سنه، وعليها ثمار تنظر اليها تسقط بين يديك. تمام. الشجره دي بقى احنا ممكن نزرع منها واحنا قاعدين حالا. سهله قوي. ازاي؟ اسمع الهديه الثانيه. يقول الحبيب صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله في الجنه. كلام عملي بقى. انا اكيد غرست نخله في الجنه. حتى لو انا عاصي، حتى لو انت عاصي، بس قول. اصل انت لما هتقول ربنا هيجلي قلبك. نعم. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. نقول حاجة كمان. سيدنا إبراهيم لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء قال: لا يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، سلم لي على أمتك يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وقل لهم، بلغهم بقى رسالة، ما هو سيدنا إبراهيم في الجنة. نعم. وقل لهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها غرس الجنة. يلا نقولهم مع بعض بقى. وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. أنا كده عملت إيه؟ أنا كده غرست في الجنة وأنا قاعد معاك أهو. الملائكة اللي قاعدة معايا بتغرس لي. نعم. يقال أن الذاكر كلما أخذ في الذكر كلما أخذت الملائكة في الغرس. فإذا توقف الذاكر عن الذكر توقفت الملائكة عن الغرس. فيقال لها: لما توقفتي؟ فتقول: لقد توقف صاحبي عن الذكر.
طيب الذكر له أشكال عدة. زي ما قلنا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأنا قلت أهو أنا كمان يلا اغرس. في أستغفر الله. نعم. وفي الدعاء المستمر، في لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وفي كمان الدعاء. نعم. فوائد أيضا هذه الأذكار بتبقى إيه على البني آدم؟ الاستغفار، العلماء أهل الله بيقولوا لنا دايما كرروا ذكر لا إله إلا الله. كررها كتير جدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حتى لو انت مش حاسسها بقلبك كررها بلسانك. نعم. هتيجي وقت من الأوقات وهتلمسها، هتلمس قلبك. ليه؟ كويس. من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. نعم. بس هي مش بالسهولة دي. نعم. يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لو حققت معانيها، ما هم عشان كده أهل الله يقول لك إيه؟ كررها كتير كتير كتير، حتى لو أنت مش حاسس بمعناها دلوقتي. كويس. هيجي وقت هتلمس قلبك. يعني لا إله إلا الله تلمس القلوب. عشان كده دايما في الأوراد، في أوراد الصوفية وأهل الله يقول لك إن ده ورد أساسي. تمام. إن أنت تقول لا إله إلا الله وتفضل تكررها بلسانك. طيب هستأذن حضرتك واستأذن كل السادة المشاهدين، هنطلع فاصل سريع ونعود معاكم مرة ثانية لشرف الخير في شباب على الهواء. أهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل. يمكن لما قلنا لا إله إلا الله تلمس القلوب. نعم. من خلال تكرارها وذكرها باستمرار. نعم. الأذكار الأخرى اللي ممكن أستخدمها وأقولها واللي هي تبقى دعم ليا في الدنيا وفي الآخرة. أنا بنصح كما نصحني شيخي إن أي حد عنده معصية ومش قادر يبعد عنها يكثر من الاستغفار. عندي ذنب ولنقل السجاير، ما هو ده ذنب شباب كتير واقعين فيه. كويس. انت الذنب ده مش قادر تبعد عنه، عايز تبعد عنه، اكثر من الاستغفار. نعم. اعمل 100، اعمل 200، اعمل 1000. كل ما هتزود الاستغفار كل ما هتلاقي القلب يبتدي يمحى منه السيئات، يمحى منه الظلام. نعم. كأن قلبك مظلم وانت بتبتدي تدخل عليه نور بسيط. النور ده بيزيد بيزيد بيزيد. لا اله الا الله والاستغفار، واهم حاجه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس بتقول لك انا ما اعتبرش نفسي عايش لو غاب عني النبي لحظه. ايه ده؟ الله اكبر. بيقول لك لو غاب عنه النبي لحظه يبقى مش عايش. امال احنا نقول ايه؟ طب احنا مش عارفين حتى نشوف النبي في المنام. نعم. ليه؟ هو ده بيحصل ازاي؟ بيوصلوا له ازاي الكلام ده؟ نعم. من كتر التكرار. زي ما انت التكرار في ايه؟ تكرار في كل انواع الاذكار ايا كان. انت دلوقتي عندي معصيه عايز ابعد عنها، اكثر من الاستغفار. تمام. انا دلوقتي نفسي اشوف بس اسمح لي، بيقول لك برضو الاكثار من الاستغفار يساهم في زياده الرزق. نعم. فهل هنا نعم. الاستغفار يحقق عدة له فوائد كثيرة. له فوائد كثيرة. تمام. خليني أقول لك جزئية تانية. اتفضل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس في شباب كتير جدا بيسألوا عليها وتلاقيه جاي يقول لك أنا نفسي أشوف النبي في المنام، من رآني في المنام فقد رآني ومن رآني لا يدخل الجنة. طيب دلوقتي طب أنا أشوف النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ دي روجيتا مهمة جدا قالها لنا العلماء والشيوخ. أنت لما بتحب حد مش بتجيب سيرته كتير، مش بتفكر فيه كتير، مش لو في باعت لك مسج بتقعد تقراها كل شويه، يعني انت قريتها 100 مره بس نعم. بتقراها تاني لانها بتفكرك بيه. نعم. انت نفسك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، اقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كتير، احكي لاصحابك واخواتك واحكي لزوجتك واحكي لاولادك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما هتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما هتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يكون في وردك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتير هيجي لك النبي صلى الله عليه وسلم. كويس. ولله المثل الأعلى. أنا والدتي متوفية، كل ما بفتكرها وبأكثر من التفكير فيها وبقول أنا كنت هنا معاها وكانت هنا بتكلمني وكانت هنا بتسلم عليا وكانت هنا بتحضني وكانت هنا بتعمل كذا وهنا كده بتعمل كذا، والدتي بتجيلي في المنام. ليه؟ نعم. لأنها وحشتني. نعم. هو السؤال أنت وحشك النبي ولا لا؟ أنت نفسك تقابله ولا لا؟ نفسك تحضنه ولا لا؟ أنا نفسي أسمع صوت النبي جدا. لا هو احنا خلينا نسأل نفسنا كذا سؤال. انت نفسك تشوف النبي؟ نفسك تدخل الجنة؟ نعم. نفسك تخلي في قبول على وجهك؟ نعم. نفسك ان ربنا يبقى راضي عنك؟ اسئلة كتيرة جدا. فاحنا ببساطة النهاردة بنحاول نقول ازاي نحقق ده. نعم. طب ايه الخطوات التانية اللي انا اكون على باب الجنة من خلالها؟ عشان ندخل الجنة احنا شفنا قصر وشفنا اشجار. عايز اقول لك ان في قصر تاني، قصر عملاق
يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره، عامل زي الكريستالة شفاف. تمام. لمن هذا القصر؟ اكيد القصر ده لاحد الانبياء، ما هو القصر ده ما ينفعش يكون لواحد من البشر، لا ده تخيل القصر ده ممكن يكون لينا دلوقتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنه لغرفا، غرفا يعني القصور، ان في الجنه لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. اللي هم بقى 3 حاجات سهله نوضحهم بقى. اطاب الكلام، اطاب الكلام يعني ما كانش فظ غليظ في الكلام مع الناس، وخاصه مع اهله، مع ابوه وامه. تمام. بيتكلم برفق مع الناس، ما فيش في لسانه فحش. تمام. مش حاد في الكلام. لمن اطاب الكلام ولمن ألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أدام الصيام اللي هو صيام الاثنين والخميس أو ال3 أيام من كل شهر. وصلى بالليل والناس نيام 2 ركعتين قيام الليل. لو انت وظبت افضل الاعمال ادومه وان قل، لو انت وظبت على قيام الليل ولو 2 ركعتين هتدخل ضمن هؤلاء. هل معنى كده ان انا ممكن واحده من ال3 حاجات دول انا اعملهم؟ نعم. واحصل على القصر ده، تحصل على القصر ولا لازم ال3 يبقوا مرتبطين ببعض؟ اعمل واحده بس دلوقتي. وانا بسالك. لا انا بسالك. هنعمل واحده وصدقني ربنا هيكرمك وهتلاقيك بتكمل تاني. كويس. انا بس حاجه مهمه جدا ورساله مهمه جدا جدا عايز اقولها. انا عايزك وانت بتعمل الاعمال اللي احنا بنقولها دلوقتي دي، انا عايزك تتخيل ان ده بيحصل لك دلوقتي في الجنه. يعني عايزك وانت بتقول سبحان الله العظيم وبحمده تتخيل الشجره اللي احنا قلنا عليها، ساقها من ذهب ظلها 100 عام فيها ثمره، لو نظرت الى الثمره ذللت قطوفها تذليلا. عايزك وانت بتطعم الطعام وانت بتلين الكلام وانت بتديم الصيام وانت بتصلي الليل والناس نيام، عايزك تتخيل ان انت بتبني الدور الاول من القصر بتاعك. صليت بكره بتبني قصر تاني، صليت بعده بتبني قصر تالت. انا عايزك وانت بتعمل كل حاجه من الحاجات دي تتخيل ان الجنه بتتهيأ علشانك. الله عز وجل يقول اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عايزك تتخيل ان انت كل ما بتعمل حاجه بتبني في الجنه، بتبني بما لا تتوقعه خالص. ما يعني لا عين رأت تتخيله، ما لا عين رأت. انت اعظم قصر في الدنيا، اعظم حاجه في الدنيا، ما تجيش جنب الجنه حاجه خالص. تمام. يمكن استاذ عصام دائما بنلاقي ان الناس بيخرجوا على القنوات من فكره النار النار النار، ففي فكره دائما التخويف من النار، لكن ما كانش في فكره الجنة وحب الجنة. وهو ده اللي احنا بنحاول نأكد عليه النهاردة من خلال لقائنا مع حضرتك. احنا عايزين نخلي الناس تحب الجنة علشان تسعى من الجنة. بشروا بس بشروا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبشرا وليس منفرا. نعم. عايزين نخلي الناس تحب الدين، عايزين الناس تحب المسجد، عايزين الشباب الصغير والاولاد الصغيرين يروحوا المسجد ونديهم هدايا، عايزين نوصف لهم الجنة. النار موجودة واحنا عارفين، لكن زي ما النار موجودة في الجنة، زي ما في العقاب في الثواب. لا، ولازم نتكلم عن قيمة الجنة، ولازم نتكلم عن الجنة، ولازم نشوق الناس للجنة. احنا لسه يعني الجنة فيها حاجات كتير جدا، لكن احنا الوقت مش احنا عايزين برضه نقول منها حاجة تانية اللي ممكن احنا عندنا حاجة مهمة قوي، اللي احنا هنعدي بقى كل المراحل اللي في الجنة كويس، ونوصل لأهم حاجة في الجنة اللي هي كل قلوب أهل الجنة بتتمناها. كل النعيم اللي هم فيه ده، وفي حاجة هم نفسهم فيه اللي هي بقى يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة. بالله عليك تخيل بقى ان احنا هناك دلوقتي. يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم فحي على زيارة الرحمن، فيقومون للزيارة مسرعين فتعد لهم النجائب، النجائب اللي هم يركبوا، فتعد لهم النجائب، ثم ينصب الكرسي، ثم ينصب لهم منابر من نور ومنابر من ذهب ومنابر من لؤلؤ، ويجلس أدناهم على كثبان من العطور على تلال من المسك، ولا يرى أصحاب المنابر أفضل منه، كلهم زي بعض. وما أن يستقروا في مجالسهم إلا ويشرق نور من فوقهم أشرقت له الجنة، فيرفعون رؤوسهم فإذا هو الجبار جل وعلا أشرق من فوقهم، فيقول لهم أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ اليوم يوم المزيد فاسألوني يا أهل الجنة. فيقولون أن ارضى عنا يا رب. فيقول لهم الله عز وجل إن لم أرضى عنكم لما أدخلتكم جنتي، اليوم يوم المزيد فاسألوني يا أهل الجنة. فيجتمعون على كلمة واحدة أنرنا وجهك يا رب ننظر إليك. فيكشف لهم ربهم الحجب
ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره، لولا أن الله قضى ألا يحترقوا لاحترقوا من شدة نور الله. ولا يوجد واحد في الجنة إلا ويحاضره ربه محاضرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قول لي اللحظة دي تساوي قد إيه؟ دي تساوي يعني مش لاقي لها انا وصف. قول لي الدنيا تساوي قد إيه قدام وقوفك قدام ربنا عز وجل وهو راضي عنك. اعتقد ان احنا محتاجين يبقى لنا حلقات كثيره خلال الفترات الجايه مع حضرتك، بس حابب تقول ايه في نهايه اللقاء لكل اللي بيتابعونا؟ حابب اختم بحاجه. فضل. انا عايزك النهارده تبقى من اهل الجنه بعمل جميل جدا وسهل جدا. انا اتمنى اعمله لكن انا حرمت ان انا اعمله. اللي هو احد الصحابه جه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله مد يدك ابايعك على الجهاد يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الك ام؟ قال نعم. قال الزم رجليها فثم الجنه. لو امك موجوده بوس رجليها وبوس ايديها وقول لها سامحيني وادعي لي عشان ابقى من اهل الجنه. دي اول خطوه ممكن تروح بيها ربنا عز وجل. وجزاكم الله خيرا، واسال الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على طاعته ومحبته ان يجمعنا في الاخره على باب جنته لندخلها خلف الحبيب وقره العين محمد صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. الداعيه المتميز الاستاذ عصام حمدي، شرفتني ونورتني وسعدت جدا بلقائي بحضرتك. شكرا. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل مع حضراتكم ان شاء الله هنتواصل.